الصيام اكيد كلنا بنفكر يعني فايده الصيام، رغم ان احنا طول النهار بنحس بارهاق شديد جدا. بنحس ان ممكن جهاز المناعه يتاثر من قله اكلنا او من عدم تناولنا للمشروبات او للسكريات او لاشياء كثيره جدا. لكن معنا النهارده الحقيقه معلومات ان شاء الله تفيدنا جميعا، خاصه بالنسبه لفوائد الصيام، وهل بيؤثر الصيام على جهاز المناعه ام لا. عندنا اسئله كثيره واستفسارات كثيره. بيسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة أستاذ الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيكم بالسادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين جميعا. في البداية عايزين نلقي الضوء على فوائد الصيام على جسم الإنسان. نلاحظ إن إحنا لما جينا نزلنا على كوكب الأرض كان في شروط للنزول على هذا الكوكب. من ضمنها إن في حاجة اسمها ليل ونهار، من ضمنها إن أنا لازم أتحرك. الحاجات دي مهمة، فبرضه الصيام من ضمن شروط الحياة على كوكب الأرض لجميع الكائنات، مش بس الإنسان. يعني في بيئات في الحيوانات، وفي إنسان مثلا ممكن يأكل بالنهار لكن بالليل لازم يصوم. وقت المرض يطلع كيمياء في الجسم تخليني ما اكلش، في السد الشهيه عندي ليها فوائد. ارتفاع درجه الحراره يخليني ما اكلش. وقت الخطر لما يكون في خطر انا عمال اكل، وقت الخطر سمعت عند الجيران في حريقه على طول هسيب الاكل، يبقى بنصوم. يبقى هكذا طلع ان الصوم فعلا ليه فوائد. وحبأ به المدرسه الشرقيه في الاتحاد السوفيتي وامريكا. اجتمعوا العلماء في الاتحاد السوفيتي في عز مجده وقالوا احنا عايزين نخلي الانسان في الاتحاد السوفيتي القديم يبقى افضل من الانسان الغربي. قالوا هنخليه يصوم. اختلفوا لحد ما اتفقوا ان هم يصوم 4 أسابيع. راح الامريكان قالوا لا هنصوم 30 يوم، بس على شرط كمان يصوم يومين في الاسبوع كمان طول السنه. طلع ان الصيام ده اللي هو سواء 4 أسابيع في المتصلين في سنه او يومين في الاسبوع يخلص الجسم من السموم. ومحدش يستغرب، لان انا عايش في كوكب اصلا ملوث. انا بشم اشياء غريبه وباكل اشياء غريبه وبشم وبشرب كمان حاجات. ومن قبل كل دول الله سبحانه وتعالى قال تصوموا خير لكم. ما كل التشريع الالهي طبعا كان جاي لمصلحه الانسان، بس برضه عم ندخل بالمدرسه العلميه بنلاقي ده برضه اكثر تاكيدا من الواحد يدخل وهو مستعد نفسيا ومستعد كمان علميا ان هو يتقبل الصيام. ده اللي هيخليني بعد كده ما اشعرش بالعطش ولا انا ما اكلتش الحاجات دي. الحاجه الثانيه الاستعداد النفسي للصيام مهم جدا. نفس الصيام بيخلي الانسان يصوم وترتفع مناعته، بحيث ان انا بقول لما اكون بحب واحد ببقى عايز اشوفه، عايز اتكلم معاه. ما دام بحب ربنا وهبتدي ان انا اصوم وهتعبد في الشهر ده مفتاح يرفع المناعه. يبقى دي اول حاجه بتخليني ان انا برتاح نفسيا. ودي روحانيه الصيام. روحانيه الصيام بتخليني انا بشعر بعمل جماعي. اما نروح الاستاد تلاقي كلهم مع بعض قلب واحد. انه يكون الشعور الجماعي ده ممكن بيرفع المناعه. بيرفع المناعه. انا بكون عندي مشكله اما اتكلم مع صاحبي برتاح، يجي اصحابي كلهم يقعدوا معايا، يجي قرايبي كلهم معايا، انسى مشكلتي وتلاقي اللي عنده بيت بيضحك في الاخر. يبقى كذا. يبقى الشعور الجماعي والصيام معا في مصر او في الدول العربيه كلها بيخلينا نحس ان احنا افضل من انفسنا من قبل، وده هيبقى ان شاء الله افضل في المستقبل. دكتور مجدي، يمكن حضرتك ركزت على جهاز المناعه، لان انا برضو في هذه الايام معظم الامراض التي تاتي الينا فجاه بيبقى في خلل في جهاز المناعه. شوف حضرتك، احنا عندنا معادله في المناعه بنقول علم المناعه جديد شويه على العالم او الطب. احنا بنقول ما فيش انسان هيجي له مرض الا لما يكون في حاجه في المناعه. الانسان ده عاش 100 سنه وما جالوش سرطان عشان عنده جهاز مناعي يكبح جماح الخلايا السرطانيه. انا ماشي في الشارع وشميت حاجات، مشيت في الشمس، شويه خلايا عندي ابتدوا يسرطنوا، على اخر الليل عندي جهاز مناعي يدمرهم. ما يجينيش حصبه في عمري، ليه؟ عندي مناعه. يبقى اي مرض هيصيب اي حد فينا مناعته فيها خلل ما. طيب عايزه اقول اقوي ازاي جهاز المناعه بعد ما بفطر. يعني انا كده بفطر ايه المواد او ايه الغذاء او المواد الغذائيه اللي ممكن تساعدني على رفع جهاز المناعه؟ ما تخليها من السحور. خليها بعد الفطار. هنقول خليها بعد الفطار، يعني من ساعه ما ببدا الفطار. بالسحور. السحور الناس احيانا مع التقدم اللي في العالم والنظام الغربي والتقليد ابتدينا ناكل في السحور اشياء غريبه. بناكل وجبات سريعه غلط، بناكل حلويات غلط، بناكل ترش غلط، بناكل حاجات فيها مياه غازيه وصبغات غلط. نتسحر تاني زي اجدادنا هناكل فول. مين اللي دبس الفول اول ناس؟ جدتي انا الفرعونيه. جدتي انا
اول واحده دمست فول في العالم، وجدتي الثانيه عملت البصاره. يبقى هنرجع تاني وهنسحر فول زي ما اجدادنا كانوا بياكلوا الفول. يعني ليه؟ الصوم قبول البقول. برافو عليك. ليه بقى؟ ليه؟ لان انا شايف ان البقول ظلمت في الدراما المصريه والعربيه، انها تسبب الغباء غلط، انها بتسبب التنبله غلط، انها بتخلي اللي عنده وهم غلط، الوخم والكلام ده غلط. بل على العكس، الصوم مع البقول بيخليكي تاخدي مواد بروتينيه بطيئه الهضم، هيخليها تطلع الجلوكوز بعد 6 ساعات 8 ساعات، فهيبقى عندي جلوكوز مرتفع من الظهر للوقت المغرب. سحر زبادي بس مفيش مانع، ده مفيش مانع. الزبادي في النص الاولاني بقى هناخد زبادي برضه، وهناخد السلطات والكلام ده واي شيء تاني. الزبادي هيديك جلوكوز في النص الاولاني، يبقى انت عايزه بطاريه تديك النص الثاني اللي هو البقول. يبقى هنسحر بقول ومش هننساها لانها كده مهمه جدا. والحاجه الثانيه برضه بمناسبه البقول عشان ندافع عنها، هي بترفع المناعه واحسن من اللحمه وبتمنع السرطانات عكس اللحمه. انها بترفع المناعه دي حاجه دي احسن من اللحمه كمان. وكمان اللحمه الكتيره تؤدي الى سرطان على المدى البعيد. البقول تمنع السرطان وترفع المناعه. الجديد بقى كمان في البقول انها بتخليكم تبتسموا، انتوا بتبتسموا دلوقتي وبتضحكوا. اللي بيضحك ده بيبقى عنده هرمون كيمياء في جسمنا، انا زعلان انا فرحان، في كيمياء اللي بيخلي الناس فرحانه واللي بيخلي الناس سعيده وتبتسم ما يسمى هرمون السيروتونين، ترجمته باللغه العربيه هرمون الانبساط والانشراح والسعاده والمزاج العالي. المجرمين ما عندهمش سيروتونين، البلطجيه ما عندهمش سيروتونين، المجانين ما عندهمش سيروتونين. ناخده منين؟ ناخده من حاجه اسمها تريبتوفان. الاقيه فين؟ المكسرات والاسماك غاليه، خد الرخيص موجود في الفول، العدس، البصاره، اللوبيا، الفاصوليا، كله، وهتلاقي نفسكم سعداء. يقول لك بس انا طول عمري باكل فول ومش سعيد. ايوه انت عشان انت بتدخن، عشان انت بتنام غلط، يعني بتضيع الاثر الايجابي للفول. عشان انت قاعد مع ناس بيدخنوا قدامك، عشان انت نسيت الليمون ليه؟ حط فيتامين سي، اكتشاف علمي جديد، فيتامين سي على وجبه البقول يزيد من التفاح. عليك ان انا لازم اروح افطر فول النهارده. حاجه بتتكلم عن السحور وممكن الفطار. طب نعمل ايه بقى؟ شوف بقى، مع كل المزايا اللي احنا قلناها في السحور عشان البقول، كمان مش هننسى البقول في الفطار. يبقى انا هفطر على شوربه عدس. ليه؟ لان العدس ده كمان يتفوق على اللحمه، لحم الفقراء، هيديني البروتينات اللي عايزها، هيديني الالياف الغذائيه، هيديني ما يسمى الليوسين، والليوسين اللي هيخلي عضلاتي ما تشعرش بالارهاق في الصيام، وعلى اخر الصيام مش هلاقي نفسي بقى الطفل ما خسش وانا تعبان وانا عندي ارهاق. كل ده هتاخديه في شوربه العدس. طب يعني تسمح لنا حضرتك ان احنا هنشاهد تقرير ونعود لنواصل لقائنا النهارده على ازاي نقدر نحسن من عاداتنا الغذائيه خلال شهر رمضان الكريم.